انت صاير بس تحط راسك على المخدة تنام. تعباني بنت الحلال، طول اليوم انا في الدوام قاعد احضر في ذا البرزنتيشن. وانت ما في احد يساعدك يعني؟ فيه بس لازم انا اللي قاعد اسوي برزنتيشن. وكيف تبي تروح تسوي البرزنتيشن كذا؟ ايش فيني؟ جبهتك كلها خطوط وهنا خطوط، ما يصير. ليه دفتر انا؟ ايش فيك يا بنت الحلال؟ صغير. ادري انك صغير بس التعب والارهاق بينوك كبير. عادي. لا مو عادي. وعلى فكرة ترى المستثمرين اكيد ما يرضوا يحطوا فلوسهم مع ناس مو شباب كذا. انت وش دراك ايش يبون المستثمرين؟ ما يبون الا الفلوس والعوائد الاستثماريه. اعرف ان المستثمرين يهمهم الفلوس، بس اكيد ما راح يحطوا فلوسهم غير مع ناس كذا كلها شباب وحيوية. طبعا. انت شهاده ثانوي ما عندك. على فكرة ترى الانترنت مليان كل المعلومات. انا ايش دخلني فيك؟ بالله وش في وجهي؟ وجهك يبيله شوية فيلر من هنا وهنا شوية بوتوكس ترجع الشباب. كذا احنا خلصنا، كلها يومين وراح تشوف انك صغرت 10 سنين. شكرا. يعطيك العافية دكتور، شغلك خطير. الله يعافيكي، لا تقلقوا من شيء، بس اذا صارت معك اي مضاعفات فيك تراجعني. اي مضاعفات يا دكتور؟ ما راح يصير شيء، بس احنا يعني احتمال نزيد الحقن. أنا المفروض رجع من الدوام حقيقي راح يفرح انك عندنا في البيت، بس انا ما علمته. بس أنا علمته، بيتأخر شوي. ليه بيتأخر؟ بيمر على المطعم بيجيب غداء. ايه نسيت انك ما تحبين طبخي. والله ما عارفة شلون خليتي ولدي يتعود على طبخك. تعرفي يا خالة، أمس كنت جالسة أتفرج على صور بدر وهو صغير وأنت شايلته. الصراحة كنتي مرة جميلة. ليش إن شاء الله؟ أنا الحين بشعة؟ لا قصدي يعني كنتي أجمل وحدة في الصورة. إيه راح العمر وراح الشباب. لا الجمال الحين يرجع وأحلى من أول. قصدك على هذه العمليات، الشفط والشد والنفخ؟ لا الحين الموضوع صار سهل، كلها بالليزر والجرح قد كذا وما يبين، والوحدة تدخل بنفس اليوم وتطلع بنفس اليوم. لا تكوني أنت بنت تقنعيني أسوي هالعمليات بعد هالعمر. أكيد بقنعك، خصوصاً بهالعمر، أصلاً قبل كذا ما تحتاجي. إيه عمر 18 سنة وهم يسوون هالعمليات. لا يا خالة هذيل يروحوا يكبرون شفايفهم، يصغرون خشومهم. أنت ما شاء الله ما يحتاج لك، بس يعني تشد الجلد شوية ترجعي أجمل من أول. يعني ما شاء الله عليك القالب غالب. قال أسوي عملية تجميل، تبي مضحكين الناس علي؟ مؤلم. بس الف سلامة عليك. يا ربي الله لا يوفقك. خلاص خلصتي؟ وش ده ما توقعت كذا. الف سلامة عليك. غريبة، وش اللي ذكرك فيني يا نوف؟ أخفى عليكي، أنا دائما أفكر فيكي. دائما تفكري فيني وأنا صار لي 3 شهور لا شفتك لا سمعت صوتك. بس أقول لك شيء، أنا أعرفك تجري ورا الفلوس. طيب قولي لي أنت كيف حالك؟ بس ما أدري، أحس في شيء مرة غريب في وجهك. سلامتك مريضة؟ ما فيني شيء، بس صايرة أسهر أجلس على التلفزيون. لا 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 لا، الموضوع أبداً مو موضوع سهر. في شيء مرة غريب في وجهك. خوفتيني. بسم الله علي، ما فيني شيء. طيب قولي لي متى آخر مرة سويتي عناية تكشير حق بشرتك؟ هو أكثر من 2 سنين. لا ترى أنت مرة غلطانة. كل ما تسوي العلاج أبكر تستفيدين من فوائده أكثر، بس ها أبشرك كل ما تأخرتي يعني ما راح تحسين بالفوائد كثير. طيب خلاص بشوف دكتور كويس وبروح له. هذا أحسن دكتور تجميل فاتح عيادة جديدة، وأقول لك الناس عنده مرة زحمة، بس ها باخذ لك موعد وبساعدك ما يهمك. تاخذي لي موعد؟
عرفت ليش شفتك بعد 3 شهور جاي تسوي حركات الماركتينج حقتك هذه عليا. طيب دكتور تنصحني بكريم يناسب بشرتي؟ في كريم عندنا نعمله بالمركز سبيشال اوردر للفي اي بي كلاينتس، وهذه اول سامبل من الكريم بتكون جفت من المركز تبعنا. شكرا دكتور. بس ما راح اذكرك انه اي احد عندك من اصحابك اقربائك بده عمليه تجميل، مركزنا مفتوح ولك نسبه 20% على كل كلاينت. 20%؟ اي نعم. يا هلا والله، كيف حالك؟ اشتقت لك والله. أنا والله بخير، خصوصاً بعد ما رحت لدكتور التجميل هذا اللي فاتح مركز جديد. الصراحة حقيقي أنصحك فيه. ما تغيري دكتورك؟ طب بس يعني عادي، حلو الواحد يجرب. إيه، موضوع مو لعبة. طيب حبيبتي، يلا مع السلامة. يا ربي، كل واحدة ما تبغى تغير دكتورها. شو أسوي أنا؟ المفروض آخذ نص، لأنه أنا أعرف زوجك وخالتك. أكيد لا، وبعدين ما شاء الله عليك، لأن الحين جايبة 6 زباين، أنا ما جبت أحد غير زوجي وخالتي. احسديني، تعالي احسديني، والله ما كنت عارفة إن عينك حارة هالكثر. أقول خليكي من الكلام ذا. الحين نبي نخطط، بمين راح نبدأ من البنات؟ مين تفكري؟ سعاد وخواتها، هذول 3 بنات، 3 بواحد. كفو. شكله زوجك جاء. لا بدري، خليني أشوف. انت شلون ضحكت علي؟ انا بعد هالعمر يصير وجهي بهالمنظر؟ بس خالة الموضوع بس يبي له وقت عشان تشوفي النتيجة. المكتوب من عنوانه قال تجميل قال. يا خالة وش تقولي؟ هذا طبيعي، ويبالي يعني شهر عشان يرتاح وجهك. انا احس وجهي مثل النار، حرارتي مرتفعه مره وجهي يحرقني. طب أهدي، أنا بكلم الدكتور. ما ابي هالدكتور، شوفي لي دكتور ثاني يجيب ليش السخونه. خلاص يصير بنشوف دكتور ثاني وبروح معك. ما بيك توسوس من نروح معك. الله يسامحك، ترى بتشوفي النتيجة وراح تشكريني. اقول انطمي بس. صباح الخير. صباح النور. ادعي لي بالله اليوم عندي برزنتيشن. الله يوفقك يا بعد قلبي. ايش فيك؟ شفتي جني؟ اخس في وجهي. كلمنا الدكتور حقك. عادي ترى طبيعي، هذا الورم بعد الإبر عادي يروح. عندي برزنتيشن الساعة 12. تحجج لهم، قل لهم وانت نايم أكل الناموس وجهك. تسوقين العبط صح؟ خلاص البس نظارة شمسية وكذا تكون كول قدام المستثمرين. والله لو البس خوذة. ايش فيك يا بنت الحلال؟ شايفة وجهي؟ الحق مو عليك، الحق اللي انا سمعتك اسوي العملية ذي. يا ربي وجهي اللي بيصير البرزنتيشن مو البرزنتيشن. باب حسبي الله عليك من مرة، الله لا يوفقك يا شيخ، الله لا يوفقك. وجهك زايد، ايش بو؟ لا والله تفاجأتي. حسبي الله عليك، الله لا يبارك فيك. وفي الساعة اللي سمعت فيها كلامك انبسطت كذا، شفتي شلون وجهي ساير؟ صباح الخير يا خالة، اجلسي. ما ابي اجلس ولا ابي اتفضل. تعرفي ايش قال لي الدكتور؟ وش قال؟ قال عندي التهاب شديد بسبة مواد ملوثة، وانه وجهي بيضل طول عمره كذا. حسبي الله عليك، حسبي الله عليك من مرة. يا ساتر، بس خالتي كل شيء يتصلح، لا تشيلي هم. إلا الغباوة ما له حل، وانت مالك حل. حسبي الله عليك من مرة، الله لا يوفقك. الحين شلون انا بسوي برزنتيشن انا وجهي مطبات؟ زومبي. لا والله انك امي. ايش في وجهك؟ انت ليش صار لك؟ وش فيك؟ حسبي الله عليك من مرة، ما كفاكي ورطتيني بعد ورطتي ولدي. والله شكلك انك مشاركة الدكتور 50-50 تاخذين. لا والله 20% بس. طلقها. اجعل لك الكسر. ورطيني ورطي امي عشانكم عشان. طلقها.
الحقيني، صدمة يا مها صدمة. وش فيه؟ وش تبين انت بعد؟ الدكتور عبد الله طلع ما هو دكتور، اي طلع سباك. كان يشتغل ممرض ويساعد دكتور التجميل، زور الشهادة وفتح له العيادة. وش احلام العصر اللي قاعد تقوليها هذه؟ ومو بس كذا، الشرطة يحققون مع كل اللي اشتغلوا معه، من ضمنهم أنا وأنتي. وانا ايش دخلني؟ انا اصلا ما اشتغلت معاه. لا والله ما اشتغلتي معه، تعرفين الناس اللي جو من طرفنا إذا اشتكوا علينا راح ننحبس وندفع غرامات. انا اصلا ما حد جاء من طرفي غير اي طالع فيني طالع فيني. انا وامي جايين من طرفك. انا عارف انا مقصر معك بشيء. ليش تسوين كذا؟ انا لو اعرف ان الدكتور مو بزين ما كنت اخذتكم عنده. والله انت عشان الفلوس تبي عين امك وابوك وقبيلتك بعد. لا يا خال سألتك بالله لا تشتكون علي، ترى بيسجنوني. والله لا دفعك كل فلس دفعته وخليك على الحديده، حديده ما سجنتك عشان تتربين وتدفعين عطل وضرر. بدر طالق.